ألف مبروك فوز منتخب مصر النهارده على جنوب افريقيا. محمد صلاح يحرز هدف منتخب مصر. اهلا وسهلا بكم في قناتكم الكوره تحت الضغط. زي ما بنقول في كل فيديو اللي احنا بنحلل اسباب وعوامل نفسيه بتاثر على نتيجه المباراه، وما اكثر الاسباب النفسيه النهارده بدأنا المباراة ومفيش أجمل ولا أحسن من دي بداية. من أول دقيقة لغاية الدقيقة 43 وفي انضباط تكتيكي، وعاوزك تحط خط تحت انضباط تكتيكي دي. كل لعيب بيعمل دوره وأكتر الحمد لله. في الشوط الأول لاعيبة منتخب مصر فايقة، لاعيبة منتخب مصر عملت كل اللي هي عاوزاه في فرقة جنوب افريقيا في الشوط الاول. كل لاعبتنا بصراحة فايقة، كل لاعبتنا كويسة لغاية الدقيقة 43. جات ضربة جزاء لمنتخب مصر بسبب خبرة محمد صلاح، وانا عاوزك تحط تحت خبرة محمد صلاح دي خط. ومش بس كده، محمد صلاح دخل حط الجون او حط البلانتي بخبرة السنين. مفيش هدوء ولا ثبات انفعالي احسن ولا اجمل من كده. يا دوب الكوره تتسنتر وتروح على ناحيه الجنب اليمين على خط التماس بين محمد هاني ولاعب جنوب افريقيا. كوره على خط التماس في نص الملعب، ملهاش اي قيمه، ما فيهاش اي خطوره، ما فيهاش اي حاجه خالص. محمد هاني يضرب لاعب جنوب افريقيا. طب ايه المبرر؟ مفيش مبرر. طب عملت كده ليه؟ لو سالت والله هيقول لك انا ما اعرف. عايزك تقارن بقى بين الثبات الانفعالي بتاع محمد صلاح وهو بياخد البلانتي وهو بيحط البلانتي، والثبات الانفعالي بتاع محمد هاني. مفيش مقارنه، مفيش مقارنه بين الاثنين. طب ليه يا هاني؟ كره سهله يا عم سيبها، يا عم طلعها اوت، يا عم سيبه يرجع بيها، يا عم سيبه يعمل بها اي حاجه، كره ميته. عشان نلعبهم الشوط الثاني 10 لعيبه. حسام حسن بيغير مرموش وبينزل امام عاشور عشان يلعبوا باك يمين. لك ان تتخيل بقى 52 دقيقه 53 دقيقه الشوط الثاني، ملاكم قوي حاطط الملاكم بتاعه على ركن الحلبه على الحبل وعمال يضرب فيه طول ال 45 دقيقه. هو بيضرب والملاكم بيصد، هو بيضرب والملاكم بيصد. هو ده حال الشوط الثاني كله، باستثناء ثلاث اربع هجمات مرتده منتخبنا نفسهم كويس. والحمد لله لولا براعه محمد الشناوي، لولا براعه محمد الشناوي، بكررها مليون مره، براعه محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده بصراحه رد على كل من شككوا في قدراته، رد على كل الناس وكل المحللين. يا ريت يا محمد كل المباريات اللي جايه يبقى عندك التركيز اللي انت كنت فيه النهارده. احنا يا محمد لما بننتقدك بننتقدوك عشان احنا بنحبك وعاوزينك احسن حارس مرمى في مصر وافريقيا والعالم كله. وكمان مع براعه محمد الشناوي، براعه خط دفاع منتخب مصر. انا مش عاوز ننسى حد. اللعيبه النهارده كلهم كانوا على قد المسؤوليه. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، امام عاشور كباك يمين، حمدي فتحي، مروان عطية، كل اللعيبه النهارده بذلوا مجهود رهيب. بس المشكله يا جماعه اللي كابتن حسام يعني اتاخر قوي في التغييرات. مضغوطين ال 45 دقيقه. يعني احنا ليه بندافع من على ال 18 بتاعتنا؟ كان الافضل اللي كابتن حسام يقدم اللعيبه شويه، وكنا انضغطنا من نص يعني نقابل من على الدايره، مش من قدام ال 18. المهم الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والف الف الف مبروك فوز منتخب مصر على جنوب افريقيا بالفوز النهارده
انت صعدت اول فرقه كاول مجموعتك، مستني الثالث من المجموعه اللي هتقابلها، وتقريبا تبقى زامبيا او مالي، وربنا ييسر في اللي جاي ان شاء الله. بعيدها تاني وبقول الف مبروك الصعود، الف مبروك الاداء الرجولي والروح القتاليه العاليه، الف مبروك الروح القتاليه، الثبات الانفعالي طوال 45 دقيقه من الشد العصبي والضغط النفسي والضغط الكروي الغريب. لعيبه على قد المسؤوليه، لعيبه رجاله. هو ده معدن اللاعب المصري اللي احنا افتقدناه السنوات اللي فاتت يا جماعه. زي ما عودتكم في اخر كل فيديو اللي احنا بنحلل اداء اللعيبه. محمد الشناوي 10/10، محمد هاني 0، محمد حمدي 5، ياسر ابراهيم 10، رامي ربيعه 8، حمدي فتحي 7، مروان عطيه 8، زيزو 5، محمد صلاح 6، عمر مرموش 4، تريزيجيه 6، امام عاشور 7، محمد شحاته 4، مهند لاشين 5، اسامه فيصل 2، حسام حسن 2. شكرا لكم ودمتم في رعايه الله. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وامنه.